مشكلة تأخر الإنجاب وقلة الخصوبة هي مشكلة عامة، ولذا تسابق الدول العالم إلى افتتاح مراكز متخصصة لمعالجة العقم، والعراق إحدى الدول التي سجلت حالات متزايدة من العقم بين المتزوجين، الأمر الذي يستدعي فتح مراكز متطورة لمعالجة هذه المشكلة. هي مشكلة تأخر الإنجاب والعقم مشكلة عالمية لعدة أسباب اجتماعية، أسباب بيئية. ازدادت ظاهرة حصول تأخر الإنجاب بشكل جدا مضطرد، مما دعا إلى زيادة العناية الصحية والطبية بهذا المجال. يعني يجب أن يكون زيادة هذا الأمر موازي إلها زيادة الخدمات الطبية. وتشهد محافظة النجف الأشرف تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، ولإسناد هذا القطاع المهم تم افتتاح مركز الحياة للخصوبة والولادة كأهم مركز متطور لمعالجة مشكلة العقم عند الرجال والنساء. طبعا اليوم افتتاح مركز واحد من أهم المراكز إن شاء الله اللي راح يكون له دور سابق بالعراق بعملية أطفال الأنابيب والولادة، وإن شاء الله هذا يكون المشروع ضمن سلسلة من المراكز التخصصية التي ينشئها القطاع الخاص لدعم الصحة بالعراق. والغرض من هذه المشاريع كلها التقليل عبء السفر إلى الخارج على المواطنين. فيه مركز وحدة متخصصة لتشخيص وإنتاج أجنة صحية لمعالجة الأمراض الوراثية بالتعاون مع مركز في سلوفاكيا ومركز في استراليا، حيث تؤخذ العينات الجينية وترسل إلى تلك الدول. لذلك نحاول في مركز الحياة للنسائية والخصوبة أن نوفر كل ما تحتاجه العائلة العراقية التي تعاني من مشاكل في الإخصاب. ولعل العناية في هذا المركز لا تتوقف عند حدوث الحمل، بل تتعداه إلى الولادة وما بعدها، لمتابعة حالة الأم والطفل والسيطرة على أي مضاعفات ربما تحدث وفي أي وقت. نأمل من هذا المركز أن يقدم خدمة صحية نوعية متطورة بالنسبة لسكان محافظة النجف والمحافظات القريبة، ويشكل دعم للمؤسسات الحكومية الصحية الموجودة بالمحافظة أيضا. من النجف الأشرف، عبد المنعم الأسدي، العراقية نيوز.